المتحدة الأمريكية؟ نو. ما عارفة؟ لا ما عارفة. جيت لك كم سنة هنا؟ جيت 2009. 2009؟ يا. نتعرف عليك منو؟ عايشة محمد الحسن. من وين في السودان؟ الجزيرة. الجزيرة. طيب عارف أول رئيس السودان زار الولايات المتحدة الأمريكية؟ حخمن ما بعرف. عمر البشير. عمر البشير. طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. المساحة طبعا محطة ماشية سريع وعجالة، كان المفروض الكلام معاك يطول لمكانتك ولتاريخك وللإمكانيات الثقافية اللي عندك، لكن أنا سمعت عندك بعض المقتطفات أخذت فيها الإنجليزي والعربي من القصائد الحلوة اللي مرت بك في حياتك أنت وأنت بتكتب، يعني في تنقلك. في قصيدة وأنت من نيويورك وجيت لحد تكساس، يا ريت تسمع المشاهد نسمع منها. اولا يعني من القصائد اللي قلتها طبعا بقول فيها يعني بعد ما طلع، يعني بعد ما دمعت دموعكم غزار، نزلت دموعكم غزار، ودحتوني في المطار وانا عامل فيها قلبي حار، وحلفت بالله والسبع المساني ما جاي تاني. بكتب لك يا يمه قصيده عن حالتي اللي بقت وحيده، واتمنى في البلد بريده عصيده حتى لو تبقى بريده. بعد ما نزلت في مطار نيويورك جي اف كندي، ولقيت الناس ده اسود وده ابيض وده حلبي، وبعد ما كنت بتكلم انجليزي في فرنسا بسيط، بعد ده كله يا امه طلعت عبيط. لقيت الناس بيقولوا للدوتر دورة وللووتر وورا ولجود باي باي ولهاور يو هاي. وبعد ده كله يعني طبعا شهور وسنين مضت قايل نفسي في امريكا، يوم زهجان يوم زعلان يوم يا السودان انا بكره جاييكا. من الزهج اللي علي امشي لمكان التذاكر، ويقولوا لي للحجز امش تعال باكر، وامشي وانسى ما كنت له بالامس فاكر. وكل هذا الزهج من نيويورك، وما في زول قال لي عوك، وما في زول عنده لك زمن حتى ولو دمك ودبوك، وكل زول شغال زي المكوك. وفعلا فيها ناطحات السحاب، وفيها الاكل ما لذ وطاب، وفيها العمل زي التراب، وفيها الناس من كل الانساب، لكنها طرحت فيها من الاغراب. غريب العادات وغريب الاصحاب، لانه من بلدا اهله طيبين، والغريب بيعاملوه بكل لين، وكل صفات ادب وتواضع ودين. لكن في نيويورك لو عملت هذه الصفات يعدوك من المجانين. والحمد لله اللي ما عشت فيها سنين. كان مصيري يكون زي واحدين نسوا انهم سودانيين، وقايلين الدنيا نساء وماله جنين. في نيويورك السرقه ضحى، وعلى عينك يا تاجر، وكرت المسروقه وعكت شاجر. ففي ثواني سلموك المغابر، سبحان الله اللطيف الساتر. بعد ما بلغ الزبا واخذ السيل الساس، قلت اسافر تكساس لانه مناخها جميل وقالوا فيها اولاد ناس، وانا في الطريق لمست هذا الاحساس. طبعا القصائد الحمدتيه كثيره طبعا يا اخي ربنا يديك العافيه، ونحن سعيدين على هذا الشيء. صفقه يا اخواننا والله تحيه. حقيقه ما اجمل الاحساس بالوطن يا اخواننا في محطه نديسه عن اول رئيس سوداني زار الولايات المتحده الامريكيه. اتشابهت الاجابات، اختلفت. اول زول قال الاجابه الصح بيكسب معانا الجائزه. اول رئيس يا اخواننا سوداني زار الولايات المتحده الامريكيه هو الرئيس الفريق عبود وعمنا احمد حسن. اول زول. صفقه حاره يا اخوان. انا والله ذكرت ابراهيم عبود بكلمه يعني خلتنا نكون اول رئيس زار امريكا، لانه عنده عباره انا افهمها منذ الصغر. دائما بقول انا ما جيتكم بقروش ولا جيتكم بصداقه الشعوب، جيتكم بصداقات الشعوب. فلذلك من ضمن هذه الصداقات فقلت لا شك انه قد اقام الجمعيه الصداقه الامريكيه السودانيه. يا اخي نحن بنحييك، مرحبا بكم. نحن سعيدين نكون في هذه المحطه، والفائز معنا اخونا احمد الحسن، وجائزه مقدمه من قناه الشروق. سالنا يا اخواننا عن اول رئيس سوداني زار الولايات المتحده، الاجابه الصحيحه هي الفريق عبود. نفتح العربيه نشوف الجائزه شنو.